السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلام تدل على السحر في المنام. أحلام بتدل على السحر. من المتعارف عليه أن السحر من الشرور الدنيوية والتي يصاب بها الإنسان بصورة ما، ومن الدلائل على الإصابة بالسحر والأحلام وهي ما يكون تفسيرها بأن الرائي أو النائم مسحور. ولنا بعض الدلائل التي نستعرضها اليوم عن بعض الأحلام والعلامات التي نراها في منامنا وبتدل على السحر. بيوجد العديد من الرموز التي تأتي للنائم وبتدل على أنه مصاب بالسحر، ويمكن حصر البعض في الآتي: رؤية السموم في المنام وهي تدخل الجسد النائم بتدل على الإصابة بالسحر. رؤية الجسد في المنام وقد ملاه النجاسة والأوساخ يكون دليل كبير على إصابة النائم بالسحر. ويستخدم السحرة النجاسة والقذورات في قيامهم بعمل الأسحار والأعمال للناس. رؤية الساحر في المنام دليل كبير على الإصابة بالسحر. ورؤية الشيطان أيضا وكان بصورة بشعة لا يستطيع النظر تحملها. وجود النار في المنام من الدلائل على السحر. واحتراق الأشياء أمام عين النائم بتعتبر دلالة على إصابته بالسحر. الظلام والليل من الدلائل الأخرى للإصابة بالسحر والمس، حيث أن الشيطان يفضل الظلام والخلاء. القبور من بعض الدلالات على السحر، وذلك إذا ظهرت بصورة مفزعة للنائم. وبعض الحيوانات بتكون دالة على السحر مثل الثعبان المخيف والكلب البشع المنظر، ويجب الاستعاذة والتنبيه لذلك. وإذا حلم الإنسان بالأذى بصورة بشعة مثل القطع بالسكين أو الموت تحت قضبان القطار فهذا بيكون دلالة على إصابته بالسحر. بعض الأحلام التي تدل على شفاء الإنسان من السحر. مع وجود أحلام تكون دليل على وجود السحر فهناك رؤية وأحلام بتكون دليل وعلامات على الشفاء من السحر. رؤية النائم وقد يقرأ آية الكرسي أو سورة ياسين فذلك بيكون دليل على نجاته من السحر والخلاص منها. والقرآن في المنام بصورة عامة تحصيل للنفس وهي ما يكره الشيطان ويبعد عنه حياة الإنسان بها. الهروب من أحد الأشخاص الذين يريدون إيذاؤه بيكون دليل على نجاته من السحر أو المس. وقتل الجن في المنام من العلامات التي تدل على شفاء الإنسان وخروج السحر منه. وعندما يرى المسحور إنه يقوم بضرب أعداء له وأشخاص يريدون إيذاؤه فذلك دليل على شفائه من السحر. سماع الأذان في المنام بيكون دليل على الشفاء من السحر، لأن الجن والشياطين يهربون من سماع صوت الأذان. وذكر الله بصورة عامة في المنام والأحلام ورؤية أولياء الله الصالحين بيكون علامة وإشارة على خروج السحر من الحالم. وأيضا بتتعدد علامات وجود السحر للإنسان التي تشير إلى وجود السحر في الإنسان. يمكن لنا أن نعرض بعض منها على سبيل المثال وليس الحصر. من العلامات التي تدل على وجود السحر مشاهدة التحدث مع أشخاص في الخيال ولم يكونوا موجودين بالواقع. النسيان الكثير للأحداث اليومية من العلامات التي تشير إلى الإصابة بالسحر. زيادة المشاكل العائلية ونفور الزوج من زوجته وهي ليس بها عيوب يعتبر من السحر الذي يكون مصاب به الشخص. وجود مشاكل بالعلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته بلا سبب من أحد أمثلة السحر والأعمال الشيطانية. التوتر الدائم واللجوء إلى عدم النظافة وشرب المنكرات من علامات السحر والشك في جميع المحيطين بهم. الانزعاج الدائم والشعور برعشة في الجسم وعدم انتظام النوم والتقيؤ والغثيان الشديد والحزن والفرح في نفس الوقت. رؤية الأحلام المخيفة والكوابيس والحيوانات الشرسة في المنام بصورة مستمرة من علامات السحر المعروفة. عدم القدرة على الجلوس لفترات طويلة وعدم الراحة بعد الاستيقاظ من النوم وتكرارها من علامات السحر. أما تفسير بعض الأحلام التي تدل على السحر وغير مفهومة. بيوجد بعض الأحلام الغير مفهومة والتي يراها النائم وبتدل على إصابته بالسحر أو المس وبيمكن أن نعرضها. النوم بطريقة غير سليمة كالنوم على البطن الغير مستحب قد يكون دليل على رؤية أحلام غير مفهومة بتدل على السحر. رؤية أشخاص بوجوه حيوانات بأشكال غير مستحبة بيكون حلم غير مفهوم لأغلب الناس وبيدل على الإصابة بالسحر. كذلك رؤية الألوان السوداء في كل أرجاء المكان في الحلم من الأحلام الغير مفهومة وبتدل على الإصابة بالسحر.
ورؤية الأموات بكثرة في المنام، وبيأكلون لحوم الأحياء من الأحلام التي تدل على السحر. أما سحر التفريق وأعراضه في النوم، من أشر أنواع السحر والأعمال التي يتم عقدها للأشخاص هو التفريق بين الأزواج وكره الزوج لزوجته والبعد عنها، وبتظهر هذه الأنواع في المنام في صورة أحلام سيئة ومخيفة، ويمكن ذكر البعض منها زي رؤية الزوجة في منامها وإن شخصا ذو شكل قبيح بيجامعها وهي بتصرخ، دليل على الإصابة بهذا النوع من السحر. رؤية الرجل زوجته في شكل سيء ولا يستطيع النظر لها، دليل على الإصابة بسحر التفريق. محاولة ضرب الزوجة وتطليقها في المنام من أحد علامات السحر بإصابة التفريق. كره الأشخاص لبعضهم لبعض من أعراض سحر التفريق ولا يقتصر على الأزواج فقط. أما طرق تحسين النفس من السحر ورؤيته في المنام، بيوجد العديد من الطرق التي يمكن تحسين الإنسان نفسه بها وبيبعد عنه الأحلام السيئة التي تدل عليه، ومنها التقرب من الله سبحانه وتعالى، المداومة على قراءة القرآن الكريم، الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان، البعد عن أي شيء يدل على الشرك بالله سبحانه وتعالى، والبعد عن الأفعال البذيئة، الالتزام بقراءة الأذكار، والمداومة على التحصين النفس من السحر ورؤية الأحلام المخيفة والسيئة هي المداومة على الرقية الشرعية وقراءتها بانتظام، وذلك للبعد عن السحر والأفكار السيئة والأحلام المخيفة. الاهتمام بالمداومة على الأذكار والسنة النبوية وقراءة الأحاديث التي تحمي النفس من السحر. أما علامات السحر الأسود في المنام، بيوجد العديد من العلامات والأحلام التي تدل على السحر الأسود في المنام، ومنها الآتي: سماع أصوات مخيفة في المنام، رؤية السماء المظلمة بدون نجوم بيكون من دلائل السحر الأسود، أيضا خروج الدم الأسود من الجسد بيكون دليل على إصابة النائم بنوع من أنواع السحر الأسود، رؤية الحيوانات السوداء في المنام وبالأخص الكلب الأسود وهو يهاجم النائم دليل على السحر، كذلك رؤية النفاسات في العقد في المنام بيكون من الدلالات على السحر الأسود، وقد جاء بذلك في القرآن الكريم. أما إذا رأى النائم الشيطان في منامه فهذا بيكون دليل على السحر الأسود وأصبت بهم. رؤية الحيات والعقارب والحيوانات البشعة المنظر هي من أنواع السحر الأسود المصاب به الإنسان. كثرة النجاسة في الحلم وهي تملأ المكان بتغمر الرائي فهذا دليل على الإصابة بالسحر الأسود. رؤية القمر في المنام والسماء مظلمة من حوله بيكون من علامات الإصابة بالسحر. مزامير الشيطان والموسيقى والأغاني بتعتبر من الأحلام التي تدل على إصابة الشخص بالسحر. رؤية التماثيل السيئة المنظر والآثار الفرعونية إشارة كبيرة على إصابة الشخص بالسحر. الغربان في المنام والطيور السوداء الجارحة بتكون إشارة على إصابة الشخص بالسحر. والحيات والعقارب بالمنام دليل على المس والسحر الذي أصاب الإنسان، وبيرجع ذلك إلى أنها كانت كائنات مؤذية وإن الجن غالبا ما يتمثل بهم، كما إنها بتكون سامة والسم في المنام بيعني السحر. بيعتمد السحرة في أعمالهم بالسحر على النجاسات كافة مثل البول والبراز والدم والعرق، فبيخلطوها بما يكره الله تعالى أن تخلط استجلابا للشياطين وترضية لهم لقبول العمل كنوع من القرابين ليقبلوا العمل معهم. أما رؤية النجاسات بالمنام أو رؤيتها تلتصق بك أو بثيابك أو إنها تخرج منك فهذا دليل على إن هذا الشخص مسحور. رؤية الكلاب السوداء بالمنام دليل بائن على السحر. رؤية الحيوانات النجسة دليل على السحر مثل الخنازير. رؤية عقدة القماش أو العقد المتعددة دليل دامغ على أن الشخص الرائي مسحور، فالعمل بالعقد من الطرق الأساسية التي يعمل بها الساحر على أعمال الشرك بالسحر. رؤية وسماع المحرمات في المنام مثل العاريات والأجراس والغناء والمزامير بطريقة متكررة من أدلة وجود السحر. رؤية النائم ذبح أنواع الطيور والحيوانات المختلفة مثل القرود والحيوانات المفترسة، لأن ذلك ما يفعله الساحر في عمله لتقريب القرابين للشياطين وإرضائهم ليساعدوه في هذا السحر. كمان بنقول من الدلالات السحر أن ترى اليهود بالمنام، فهم من أول من قاموا بالسحر وتعلموه من جذوره بأرض بابل القديمة بالعراق. رؤية التماثيل الفرعونية أو سحرة فرعون وهم من قصر فيهم ذكر الله بأنهم كانوا محترفين للسحر، حتى إن الله جعل العصا التي تتحول إلى ثعبان من آيات موسى التي جاء بها حتى آمنوا به.
طيب السقوط في البئر بالمنام أو رؤيته دليل على السحر، حيث إنه علامة السحر المدفون. كمان بنقول إن تكرار رؤية إيذائك لأحد أو إيذائه لك بالمنام فالسحر أذى وضرر للساحر قبل المسحور. الشعور بالتعب والأذى والمرض والعذاب بالمنام دليل آخر على السحر. بنقول كمان رؤية المدينة القديمة ببابل العراقية بالمنام هي تدل برضو على السحر. المشي في الليل الشديد أو رؤيته برضو من أعمال السحر. رؤية ما في بطن الأرض مثل القبور والأضرحة. رؤية السقوط من مسافة مرتفعة إلى مكان مظلم ففيها إشارة للسحر السفلي. تكرار رؤية الجن على شكل في المنام من رموز ودلائل وجود السحر. طيب رؤية المشركين كمان بالمنام، رؤية النيران والحرائق أكثر من مرة في المنام من دلائل السحر. طيب تعدد رؤية المرض والأسقام بالمنام من رموز السحر، حيث يصيب السحر في الغالب من مسه بالتعب والإرهاق والأمراض. وتتواجد بالمنزل المصاب بالسحر نوعيات متعددة من الحشرات والتي يصعب التخلص منها حتى مع وجود المبيدات الحشرية، ولا تزال تقتل منها حتى يظهر لك آخرين غيرها. وأن يكون المنزل فوضوي وغير مرتب مقلوب رأسا على عقب. الشعور بسهل كبير في نفس المرء المسحور عند القيام بتنظيف البيت. التوتر المستمر داخل البيت وحالة أهله النفسية. كمان بتعرض جميع من بالبيت للأحلام المزعجة والكوابيس والنفور من البيت وعدم الرغبة في العودة إليه. دلالات ورموز بطلان السحر والشفاء منه في المنام. إن ترى بالمنام إنك تفك العجيج من العقد أو حتى لو عقدة واحدة بس. وإن تحلم بأنك قتلت شخصا بالمنام دون الإحساس بالندم. إن ترى إنك تمكنت من الهروب من شخص يريد قتلك أو الهروب منه أو الهروب من حيوان مفترس. إن ترى إنك تخرج شعرا من فمك. إن ترى إنك تخرج القيء من فمك أو تخرج منه الدم. إن الأحلام هي دلالات لمن يراها أو أضغاث أو كوابيس من صنع الشيطان، فلا تترك ما تراه في منامك يعبر بك عبور الريح. وإن السحر هو كبيرة من الكبائر، بل هي من أعظم الكبائر التي بين الله إن فاعلها قد كفر بما أنزل الله تعالى. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.